انا بقول وما زلت بقول ان اداره نادي الاسماعيلي ديت اداره فاشله. اولا من زمان، من ساعه ما مسكت هي اداره فاشله. ما عملتش صفقات كويسه، ما عملتش حاجه، وعمل لنا يعني كل حاجه وحشه. دلوقتي نفسه احنا بنقول في الاسماعيلي ازاي هينزل ازاي، والاسماعيلي ده كان ثالث فرقه، يعني نقول اهلي زمالك اسماعيلي، ده من زمان بنقول الكلام ده. لما النهارده احنا دلوقتي الاسماعيلي الناس شوف البلد عامله ازاي، حزينه ازاي، وباشا قلوب حزينه ازاي. الاسماعيلي يجي عليه يوم يبقى هيحن درجه ثانيه. استحاله الكره المصريه ما لقتش كده. اول فريق، اول افريقي يجيب كاس افريقيا الاسماعيليه. ازاي الكلام ده ازاي؟ وبعدين الاداره مش عارفه تحل، قاعده في البتاع مش عارفين يحلوا حاجه، وقاعدين لعيبه ما عندهمش فكره عن اي حاجه، بيلبسوا فلان الاسماعيلي لما ما بيأدوش. الناس ما يعني بتحس ان هم بيقضوا واجب وخلاص على كده. الاسماعيلي يتعمل فيه كده، البلد يتعمل فيه كده. بلاش، مع احترامي للناس الكبار كل حاجه، انا بلاش وزير الشباب والرياضه، السيد المحافظ اسماعيليه، والسيد مدير امن اسماعيليه وعبد المنعم عماره يقفوا ويشوفوا ايه اللي بيحصل في النادي جوه ده. ده كده خراب كده، ده كده اثر في البلد خراب. البلد لو حصلت لها مشكله هيحصل في كارثه في البلد، لان معظم اللي بيشجعوا النادي الاسماعيلي ناس كبار وفاهمين، شباب كبار دول صغير، كلمه حجمهم بينا حمجمهم، مش هينفع الكلام ده. احنا بنقول يا اولاد احنا عاوزين نشوف لنا حل. اولا في مجلس الاداره، مجلس الاداره لازم يمشي، ده لازم يمشي المفروض، ملهاش حل. وتدي جمعيه عموميه وجمعيه عموميه، لا ده يمشي. تاني حاجه نشوف ونجيب اداره تمسك ونشوف ايه له. وبعدين احنا عندنا قيد سنه، شهرين، سنتين، بسبب برضه الاداره دي، برضه بسبب نصر ابو الحسن ده. برضه نصر ابو الحسن دوت اساسا لما مسكنا في الايام اللي فاتت قبل كده برضه عمل خراب للنادي الاسماعيلي برضه، ورجع تاني يمسك النادي الاسماعيلي. وبعدين احنا عايزين نفهم يعني انت عاجبك البلد وعاجبك الحزانه في البلاد كده، ينفع ده؟ لا ما حضرت ينفعش. العصر الذهبي للاسماعيلي. انا حضرت رضا وشحته والعرب، انا عندي 75 سنه، حضرت رضا وشحته والعرب، وكنا بنتفرج على كوره جميله، وكانوا فقراء وكانوا بيدينا كوره احسن من 100,000 مره. كان اللعيب من دول بيستعب. النهارده اللعيب بيقول لك انا عاوز ملايين وهو ما يستاهلش مليم واحد. كان زمان اللعيب من دول كان يلعب كوره ويدور على 15 قرش، على 20 قرش، على 30 قرش، على 40 قرش. ده كان بيدوروا على كده، هذا الاساس. احنا اتفرجنا على كوره الاسماعيلي، نادي الاسماعيلي نادي البطولات، النادي الوحيد اللي جاب كاس افريقيا في مصر، ودخل كاس في مصر. ليه هيتعمل فينا احنا كده؟ ليه؟ عشان الادارات فاشله. لو كانش الاداره فاشله ما كانش يتعمل فينا كده. احنا دلوقتي بنناشد المسؤولين. وبعدين فين النواب؟ فين النواب اسماعيليه؟ فين؟ بيتفرجوا علينا، عاوزين ينجحوا، وعاوزين بس يسعوا لما، وساعه ما ينجح يقعدوا في الكرسي وما حدش بيسال عننا.